مصر. سنرى خروج قوة عسكرية من الجيش المصري في مهمة عسكرية خارج الأراضي المصرية، وذلك من أجل مؤازرة دولة عربية في حدث ما، وسنسمع شعب هذه الدولة العربية يدعم ويبارك الخطوة أو المساعدة العسكرية المصرية، وصور السيسي بتكون بهذه. انت عارفة هالاسمين شو رح يعملوا؟ إن شاء الله ما يصير من اللي أنا بقوله، هذا إلهام الله لا يضر حدا، بنرجع بنقول الله. يعني أنا لو عطيتيني هالأسماء بنص الحلقة كنت وقفتها. انت عارفة شو بيعملوا؟ مشان هيك عم بقول لك خليها لبعدين. عارفة شو رح يصير بالشارع؟ لا مش يصير بالشارع، مش ضروري. 5 توقعات عالمية أستاذ عمرو. تفضل. بوادر حرب عالمية ثالثة أراها تحمل رياح الخطر الكبير وتدق أبواب بعض دول العالم خلال السنوات القادمة، مش 25. والله يستر من حصول مجاعة بتهدد كل البشرية بالسنوات القادمة مع الحرب العالمية الثالثة، لكن مش كل الدول. إجمالا لما تكون الحرب العالمية قبل كانت تشمل دول كثيرة، مش كل الدول أستاذ عمرو. وفي مجاعة. نعم رح تحصل أكل يعني من دلوقتي. صحيح. الحزن والذهول سيعم الأجواء العالمية بسبب حصول كارثة أراها قد تحصل في الأشهر الأولى من العام 2025 أو في الأسابيع الأولى من السنة في دولة عربية وبأمريكا. كارثة في دولة عربية في الأسابيع الأولى من 25 في الأشهر الأولى أو الأسابيع الأولى اللي هي. سيشهد البحر المتوسط عملية تفجير بتهز العالم وتؤدي إلى حصول كارثة تحبس الأنفاس، وسنرى عدة دول تتأذى وتستعد لمواكبة نتائج وأضرار هذه الكارثة في مياه البحر، ولا أستبعد أن تكون الكارثة بسبب أو غواصة أو سفينة حربية أو نظر. سنة 2025 حتكون سنة قاسية كربيع عربي، كفيروسات، كاغتيالات، كسونامي، كوباء جديد الفترة المقبلة. دول عربية؟ دول عربية وأجنبية، ولكن دول عربية في بعض الدول العربية عم بحكي لك بأمور السونامي والزلازل هاي. زي مين يعني؟ يعني تركيا الفترة المقبلة محل أنظار، المغرب محل أنظار، إسبانيا محل أنظار. إلا على البحر المتوسط؟ على البحر المتوسط نعم. أحد الدول الأفريقية حتكون محل أنظار غرق. حتغرق؟ نعم. يعني مطر سونامي حيكون موجود الفترة المقبلة. يعني حتغرق حتمشي مع المي. هل في وباء مثل كورونا ممكن يحصل؟ شيء أقوى من كورونا الفترة المقبلة. سنة 2025 لازم نعديها نحن. أنت خوفتني من 2025. لا سنة 2025 هي بالأصل شوف زلازل سونامي حتكون موجودة، حيكون في وباء، حيجي وباء، ولكن في دول حتغرق الفترة المقبلة. في دول عربية حتغرق الفترة المقبلة، يعني بالأصل هي 25 سنة قلقة حتكون. يوم راس السنة أحد الدول حتكون محل أنظار مش حلوة، أجنبية وعربية أو عربية. يوم راس السنة يوم أول السنة فيها مطب، يا اغتيال شخصية أو تفجير أو يعني حيكون بشع على الشعب. أسود، يوم أسود. يوم راس السنة هيبقى يوم أسود. نعم. أحد الدول. الواقع. أوكي. مصر أم الدنيا. أرى حصول اشتباك مسلح بيندلع بين الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح. هلا امتى وكيف ما بعرف، وسيكون الجيش المصري حازما للتصدي لأي اعتداء على الأرض المصرية أو على الجيش المصري. كما سنرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد المنطقة الواقعة ما بين مدينة رفح وسيناء بسبب حدث بارز ومهم. عدسات الإعلام ستكون ما بين مدينة الإسكندرية ومناطق مصرية ساحلية أخرى. جماعة اسمعوا ده كده. أنا من هلأ لموت ما بآمن بالأبراج يا رودولف. صار كل يوم وبيومه يعني مش أنا عم بستخف بعقول العالم، هي عم تستخف كمان بعقول العالم. هي كمان يعني بتاخد معلومات، هي كمان بتاخد العالم. هي كمان قالت هي كمان بتستخف بعقول العالم، يعني هما الاتنين بيستخفوا بعقول العالم. قالت هي كمان كانت هتقول مخططات.
عشان قلنا قبل كده مخططات ناس مش مقتنعه. قالت هي كمان بتاخد معلومات، يعني هما الاثنين بياخدوا معلومات. 3 زلات في زله.